مصر بتبني منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة علشان تستقبل الفلسطينيين اللي هيجوا من رفح. هو ايه الموضوع؟ خليك معايا وانا هقول لك. انا مصطفى الغريب وده سؤال. الكلام ده انتشر من كام يوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الصفحات فضلت تردد الكلام ده، وده طبعا كلام مش حقيقي ومش هيحصل. ولكن المنطقة العازلة دي اساسا موجودة من قبل كده، وهدفها تأمين الحدود المصرية، مش مجهزة لاستقبال حد. ويمكن ده اللي اكده رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، والواضح ان مصر عندها منطقة عازلة واسوار كبيرة من فترة طويلة قبل بداية العدوان. طب هي ايه الحاجات اللي بتتبني وكلنا شفنا صورها دي بقى منطقة لوجستية مصر بتعملها لاستقبال المساعدات الإنسانية لصالح غزة، لتسهيل عمل الهلال الأحمر والتخفيف عن السواقين. رشوان نفى كمان اللي تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية إن مصر بتجهز وحدات لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وده في منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة. كلنا عارفين وحافظين كويس موقف مصر الحاسم من بداية العدوان، واللي أعلنه الرئيس السيسي وكل جهات ومؤسسات مصر عشرات المرات، وهو الرفض التام اللي مفيش رجعة فيه لأي تهجير للأشقاء الفلسطينيين، وخصوصا تهجيرهم للأراضي المصرية، لأن ده تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري. وده زي ما احنا فاكرين خط أحمر القاهرة رسمته، وانتوا عارفين القاهرة لما بترسم خط أحمر محدش بيقدر يعديه. فمصر ما قبلتش ولا هتقبل التهجير، ولو كان عندها نية انها تعمل ده كانت عملته من زمان وقبضت الثمن. ولكن دولتنا شريفة ومؤمنة بالقضية ومش ممكن تفرط فيها. سلام.